في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ يا جماعه احنا كل يوم والتاني كل ما تطلع البت الصفرة ديت مفيش سيره غير النادي الاهلي. البت التانيه خدت ايقاف شهر، عقبال ديت يا رب. طبعا يا صاحبي عايز تفهم في ايه وبتكلم في ايه. طبعا طلع علينا الخبر دوت من القاهره 24 على العرض اللي كان جاي من نيوم السعودي اللي زيزو لما كان زيزو في نادي الزمالك. قامت الدنيا وما قعدتش في نادي الزمالك. ازاي الموقع ده موقع اهلاوي 100%. تعال نشوف البت ديت قالت ايه وبعدين نفهم مع بعض وهنرد مع بعض. حاسس ان انت عندك مشاكل، حاسس انك انت اتدبست في صفقه خسرانه بفلوس كتير، والله حاسس ان المردود مثلا ما يساويش المبلغ اللي حضرتك دفعته ده كله مثلا، حاسس ان انت الصفقه دي سببت لك في مشاكل او ازمه في اوضه اللبس عندك لحد النهارده مش قادر تحلها. كل دي مشاكلك ما تصدرها ليش انا باخبار من النوعيه دي، عشان الحمد لله انا كزمالك باصص في ورقتي اي محاوله للتشديد انا مش هقبلها وهعرف يعني اجيبها من وسط مليون خبر. يعني هعرف انك انت قاصد تشويش الزمالك. طبعا صاحب البت الصفرة ديت مرهاش شغل ولا مشغله غير النادي الاهلي. خبر مطلعه موقع القاهره 24 اتنسب للنادي الاهلي. طب ايه دخل النادي الاهلي في القاهره 24؟ الموقع منزل الخبر والعرض، وعلى فكره العرض ده صحيح 100% على لسان الكابتن احمد سليمان وطارق يحيى. هما الاثنين كانوا في برنامج مع مهيب، والاثنين اكدوا ان في عرض كان جاي من نادي نيوم السعودي من 5 ل 6 مليون دولار، وفي شرط جزائي بنسبه 10 مليون دولار. يعني الخبر على لسان عضو في مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا رمز من رموز نادي الزمالك النادي بتاعكم طارق يحيى. هما الاثنين اكدوا ان الكلام ده صح. طيب نفترض ان هو صح او مش صح، احنا كنادي اهلي ملناش دخل فيه. انت بتقولي في مشاكل عندكم وفي مشاكل مع اللاعب بتصدرها لنادي الزمالك. النادي الاهلي بيصدر مشاكل نادي الزمالك. هو فين النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي دخل في ايه؟ ده خبر منزله موقع القاهره 24 مش الاهلي 24. انت بتخاطبي يعني للاسف انت جمهورك اللي انت بتخاطبيه انت بتقل منه. ليه؟ انا بخاطب واحد غبي مش بيفهم، هيقول هيعزف دماغه ورايا وهيقول خلاص. انما لو جمهور بيفهم هو لوحده هيرد عليك. مال النادي الاهلي؟ ايه اللي دخل النادي الاهلي في القصه؟ ده موقع القاهره 24 هو اللي منزل الخبر. تمام. على فكره عشان اقول لك حاجه، زيزو جمهورك واعضاء مجلس الاداره بتاعت ناديكي ولاعيبه ناديكي وناديكي بالكامل واعلام ناديكي بالكامل كانوا بيبوسوا الايادي عشان زيزو يوقع لنادي الزمالك. منهم ابوك الله يرحمه. كل اعلاميين الزمالك بلا استثناء كانوا بيبوسوا ايادي زيزو وابو زيزو عشان يجدد لنادي الزمالك. وجمهورك في فيديوهات كتير لجمهورك، ونزلت انا على الصفحه فيديوهات لجمهورك بتترجى زيزو ان هو يجدد للنادي. كان طبعا كان عندكم النجم الاوحد وهو نجم مصر، ومش معنى ان اداء زيزو هبط شويه يبقى هو مش نجم. لا، زيزو نجم، بس اي لاعب بيتاثر بيجي فتره واداؤه بيتاثر شويه. كريستيانو رونالدو، محمد صلاح اهو نجم مصر ونجم ليفربول، اداؤه تذبذب شويه بس هيرجع افضل. كريستيانو رونالدو، فينيسيوس، امبابي، ولاعيبه كتير 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 انت ما تعرفهاش طبعا، يعني عشان انت اخرك يعني نصر الاسطوره. بس برضو يعني انت حافظه مش فاهمه. زيزو جاي مجانا اهداء من نادي الزمالك للنادي الاهلي. تمام كده؟ ما تقوليش ده صفقه كلفت خزينه الاهلي وما كلفتش. لا، هو عقده بس انما هو جاي مجانا. انتوا خسرتوا 6 مليون دولار في العرض بتاعه لنادي نيوم. احسبي 6 في كام ايامها؟ كان الدولار بكام؟ خسرتوهم ويعتبر تبرعتوا بيهم للنادي الاهلي. والله شكرا على الهديه، شكرا على 6 مليون دولار اللي انتوا اديتوهم للنادي الاهلي والقفه اللي اخدتوه من زيزو. طيب نيجي نكمل بقى الفيديو ونسمع بقى الحته ديت وبعدين برضو نرد. بامانه هو مستواه وحش بسببي، ولا بسبب الهجوم عليه، ولا كل اللي حضراتكم بتقولوه. يعني انا تقريبا يعني او مش تقريبا، ممكن يكون اكيد انا خدت افضل فترات اللاعب من 24 سنه لحد 29 سنه.
انت عندك مشاكل بقى ان جماهيرك بتهاجمه مثلا، او انك انت يعني مثلا جمهور الزمالك مثلا لما لاعب يبقى بعيد شويه عن مستواه بيساعدوه ان هو مثلا يقف على رجله، احنا غير يعني. انت ما عندكش مثلا حد يوقف اللاعب مره ثانيه على رجله، زي ما بقول لك حاسس انك انت دفعت فلوس كتيره جدا والمردود مفيش. كل ده حله بعيد عني، بعيد عني تماما. ليه؟ لان انا بالنسبه لي البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. طبعا هنا بقى بتعمل اسقاط على جمهور النادي الاهلي. طيب انا عايز اقول لك حاجه عشان انت يعني مغيبه خالص. يعني جمهور النادي الاهلي بينط على الحجر، جمهور النادي الاهلي بينط على الحجر. ومش معنى ان جمهور الاهلي بينتقد زيزو معنى كده ان هو عايز يوقع زيزو. بالعكس، جمهور الاهلي لما بينتقد لاعب بينتقده لمصلحته ومصلحه الفريق. عايز اللاعب يرجع للفورمه بتاعته، عايز اللاعب يطور من نفسه، عايز اللاعب يجيب اعلى ليفل عنده. فمش معنى ان جمهور الاهلي بينتقد زيزو يبقى جمهور الاهلي كاره زيزو او عاوز يوقع زيزو. بالعكس، جمهور الاهلي بينتقد زيزو علشان يرجع لمستواه اعلى من مستواه، وهيرجع. والايام بينا وهفكرك زيزو هيرجع وهيعدي الليفل اللي كان بيه في نادي الزمالك. ما يجيش اسقاط على جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ممكن يطلعك مسرح. فرجاء ابعدي عن النادي الاهلي شويه وجمهور النادي الاهلي. ويا قناه الزمالك لموا نسوانكم، احنا عايزين رجاله كده ايه ترد منطق. انت بتقولي مركزه في ورقتكم، هي فين الورقه اصلا؟ هي الورقه مكتوب عليها الاول النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي. دي الورقه اللي انت مركزه فيها، مفيش ورقه تاني، مفيش ورقه تاني اصلا. انا لو دخلت معاكي وسالتك كام سؤال على ناديك وبطولات ناديك ولاعيبه ناديك انت مش هتعرفي تجاوبي. انا اتحداكي قدام كل اللي بيشوفني ان انت تطلعي معايا في مناظره اسئله لنادي الزمالك وتساليني اسئله في النادي الاهلي، ونشوف مين اللي يعرف يجاوب ومين ما يعرفش يجاوب، ومين اللي هو مش انا عارفك هتجاوبي فين. هتجاوبي اسئله للنادي الاهلي اللي انت مركزه في النادي الاهلي اكتر من ناديكي بكتير. فقناه الزمالك رجاء لموا نسوانكم واحده توقف لها شهر، وان شاء الله ما تطلع تاني على الاعلام، وان شاء الله ديت باذن الله تتوقف شبهها وما تطلعش، وترحمونا بقى شويه من الغباء والضحك اللي انتوا بتصدروه لجمهوركم. انتوا جمهور النادي الاهلي طبعا واعي جدا وفاهم انتوا بتقولوا ايه وفاهم انتوا بتتعاملوا ازاي، انما جمهوركم للاسف ماشي وراكم بيصدق الهبل اللي انتوا بتقولوه دوت وهو مش فاهم حاجه. ويا ريت تركزوا في ناديكم وفرقتكم بجد، يعني مش كلام، لان النادي الاهلي ورقته اتملت منكم كفايه. واخيرا يا صاحبي، لو الفيديو عجبك ادعمني بلايك وكومنت وصلي على النبي في التعليقات وشير الفيديو عشان صوتنا يوصل ويعرفوا، وجمهور النادي الزمالك مش هقول نادي البليله يعرف ان في ناس بتعرف ترد وبترد بالجامد. وهنفضل نرد طالما في تجاوز من قناه الزمالك، هنفضل نرد ونرد ومش هنكبر دماغنا. نظيري هي تفاهات بس برضه مش هنسكت وهنرد وهنجيب حق النادي الاهلي. فرجاء قناه الزمالك كفايه ولموا حريمكم شويه. السلام عليكم.